السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قلب صحراء مصر الغربية يا جماعة. احنا النهاردة بندور على الكنز المفقود واللي كتير من الناس ما يعرفوش عنه حاجة، اللي هو ممكن يبقى مشروع او دخل ليك طول الشهر كإضافي، واللي هو العقيق المصري. الناس اللي بتقول لي انت بتنزل الصحراء تعمل ايه؟ انت الزلط اللي انت بتجيبه ده بيتباع ولا ما بيتباعش؟ الحاجات يا جماعة اللي كاشفة عن نفسها زي كده بالظبط. الحاجات دي يا جماعة اللي احنا بنصنعها فصوص بتتباع، اللهم لك الحمد. بنقدر ان احنا نبيعها وبنقدر ان احنا نسكلها على وضعها ونبيعها برضو. الحاجات يا جماعة اللي كاشفة عن نفسها كده المنورة ما شاء الله، حتة عقيق كرنيلي ما شاء الله. ده يا جماعة الكنز المفقود في مصر اللي كتير من الناس ما يعرفوش عنه حاجة، العقيق. في خلال الحلقة دي ان شاء الله انا هوريكم الاحجار دي لما تتسكل. انا معايا في الشنطة احجار من دي مسكولة بنبيعها على وضعها كده يا جماعة. في خلال الحلقة دي ان شاء الله انا هوريكم الاحجار دي بعد الصقل، تابعوا معايا. ودي قطعة يا جماعة برضو من العقيق اهي، ودي كده هتبقى تاني قطعة، وبعد القطعة التالتة هوريكم الحاجات اللي احنا بنقدر نصنعها وبنبيعها بفلوس. بصوا يا جماعة القطعة دي جذع ملهاش حل. شايفين الجذوع اللي جواها جميلة جدا. شايفين يا جماعة الرسومات دي طبعا ولا الرسام يقدر يرسمها ولا الكلام ده كله. الحاجات دي طبعا يا جماعة إلهية محدش يقدر يعملها. شايفين يا جماعة جمال الحجر ده؟ انتوا هتتفاجئوا دلوقتي لما تشوفوا الأحجار اللي زي كده على وضعها الكبيرة اللي معمولة، هتتفاجئوا جامد. تابعوا معايا يا جماعة. وادي يا جماعة اللون المفضل بالنسبة لي، اللون المفضل بالنسبة لي العقيق الكرنيلي الأحمر. والكيس اهو يا جماعة برضو. نتفرج على الحجر ده واطلع لكم بقى الجواهر اللي احنا عملناها الجميلة. بصوا يا جماعة كرنيل اهو تحفة نافذ للضوء. اللون الأحمر ده أحسن لون للكرنيل يا جماعة. الغوامي أنا بعشقها، كل الغوامي أنا بعشقها. نشيل بقى الحجر ده ونوريكم الأحجار اللي احنا عملناها يا جماعة. ده سليمان اهو، وفي لطشة كرنيلي، دي كده كرنيلي من هنا زي ما حضراتكم ما شايفين، ودي كده السليماني. شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ الحجر بعد ما يتسكل بيبقى موضوع تاني وجمال تاني خالص. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلى على النبي كده. شايفين يا جماعة الإبداع الإلهي؟ طبعا أحجارنا كلها جميلة ونافذة للضوء، وزي ما حضراتكم كده شايفين التحف. نخش على تاني حجر. ودي السليماني، ودي الكرنيلي زي الأحمر اللي أنا لسه لاقيه برضو، ده نافذ للضوء. تحف ما شاء الله. كفاية انك انت يبقى معاك قطعة من الطبيعة ورسومات إلهية موجودة معاك في البيت. شايفين الرسومات الإلهية يا جماعة؟ رسومات إلهية سبحان الله. طبعا كل القطع دي نافذة للضوء. بصوا يا جماعة أسعار القطع دي
اسعارها يبتدي من 200 300 جنيه وانت طالع 200 300 400 500 حسب الندرة اللي في الحجر. يعني حسب الندرة اللي في الحجر تتباع. ممكن ب500، ممكن يوصل حجر خام 1000 ويعدي ال1000 كمان، ده لو هو فيه ندرة. لكن مفيهوش ندرة وحجر كرنيل وخلاص مثلا، لا طبعا مش هيجيب فلوس كتيرة. ودي احجار يا جماعة الهبهاب زي ما انتم ما شايفين. وفي ناس كتيرة بتبعت لي بتفتكر ان الحجر ده سترين، بس هو طبعا مش سترين. الحجر ده اهو، في ناس بتبعت لي تقول لي انا لقيت حجر سترين، علشان هو مثلا رش عليه ميه كده ولقاه شفاف خالص كده يبقى هو سترين. هوريكم دلوقتي قطعة سترين صغيرة انا لاقيها يا جماعة من الجبل اهي، صغيرة جدا، هي قطعة صغيرة جدا 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 يعني. بصوا اهي، دي قطعة سترين اهي. شايفين؟ جميلة برضو، مش بطالة، بس تتعمل جوهرة صغيرة ما شاء الله. يلا نكمل يا جماعة. زي ما حضراتكم كده ما شايفين الصحراء كبيرة وواسعة، واليوم ده بيبقى يوم بالنسبة لي يوم رواقة ويوم المتعة للهواية الخاصة بتاعتي، يوم البحث في الصحراء ده. تابعوا معايا. اللي هيبص وهيركز في الحجر اللي هوريه لحضراتكم دلوقتي ده هيعرف ان هو حجر نادر ومش موجود مع حد في العالم غير معايا انا بس. شايفين؟ حجر فريد من نوعه يا جماعة، جذوع جوه الحجر الوانات مختلفة. يا رب تكون الكاميرا جايباها. بصوا يا جماعة، حجر فعلا غريب جدا، نافذ للضوء وجذوع غريبة جدا. أول مرة يقع في إيديا حجر زي ده بالسمك ده بالرفع ده. شايفين؟ يلا نكمل. ودي قطعة يا جماعة منورة اهي بالأحضان يا حبيبي، بالأحضان على رأي معلقنا الجميل أيمن الكاشف. بالأحضان يا حبيبي، بالأحضان. تحف يا جماعة، تحف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين؟ حتة تحفة بألوانات نادرة وجذوع نادرة جدا داخل الحجر. أعشق الكرنيل المجزع، كرنيل المجزع. يلا بينا نكمل. لقينا النهارده أحجار جميلة جدا يا جماعة، وإن شاء الله تكون رحلة خفيفة على حضراتكم. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش في اللايك وفي الشير للمساندة والدعم لينا والدعم للقناة من فضلكم. وانا ببحث يا جماعة كده قابلنا حاجة غريبة جدا. طبعا انا بصوا انا خايف اروح اصور اساسا هناك. بصوا شايفين المكان اللي هناك ده؟ المكان دوت يا جماعة انا رحت هناك وما صورتش، لقيت زي حفرة كده غويطة جدا. انا طبعا ببحث على الاحجار اللي هي الكريمة والشبه كريمة وكده زي ما انتم عارفين، ولقيت الحفرة دي. بس دي حفرة كبيرة جدا والله اعلم هي جواها ايه من جوه اساسا. بصوا يا جماعة انا هقرب بس انا مش هتكلم ونشوف هي جواها ايه مع بعض. خليكم معايا كده.
في كتير يا جماعة في مصر بيتكلم على ان المرو بيطلع دهب. يا جماعة الأحجار اللي هي الصغيرة جدا، اللي هي زي مثلا لا دي قطعة عقيقة هي صغيرة لقيتها اهي. ثواني نرش عليها مية برضو عشان حضراتكم تشوفوها، ونرجع لموضوع الدهب اللي بيبقى في أحجار المرو. اهي دي قطعة عقيق برضو وجميلة ما شاء الله والله، يعني صغيرة وجميلة، شايفين؟ تحفة ما شاء الله. كنت هكلمكم في موضوع لقيت الحجر الصغنن ده. الأحجار يا جماعة المرو اللي هي الصغيرة دي نادرا جدا لما بيكون فيها نسبة دهب صغيرة جدا، لكن الدهب يا جماعة بيطلع من عروق المرو اللي بتبقى في الجبال، عروق المرو الكبيرة، الكوارتز الكبيرة جدا هي اللي بيبقى فيها. يعني مثلا تلاقي عرق مرو زي ده كده داخله دهب، بس طبعا الكلام ده بيبقى في الجبال الكبيرة جدا ودي اخر قطعة يا جماعة سليماني تحفة، واحنا جنب الطريق. وهنقول لكم مع السلامة في حلقة جديدة ان شاء الله تكون احسن واحسن. متنسوناش يا جماعة من الدعم، لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير.